السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل انيميشن لغطا علبة بيتفتح ويتقفل بالشكل ده، وطبعا ممكن تطبق الطريقة على اي حاجة تاني حابب ان انت تطبق عليها نفس الانيميشن. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنعملها ان احنا هنمسح بس اللايت ده، فهعمل سيلكت عليه وهعمل اكس وديليت، وهجيب الكيوب ده وهعمل جي زد بس ارفعه فوق الارض شويه بسيطه حاجه زي كده. بعد كده هروح تاب للاديت مود وهعمل كنترول بي علشان اعمل بافل للادجز بتاعه الصندوق بتاعنا، وهعمل سكرول اب بالماوس مرتين حاجه زي كده، وكليك علشان اكونفيرم، وده بس علشان نعمل الصندوق في البدايه حاجه زي كده. بعد كده هروح افتح التوجل اكس راي من هنا، وهاجي من جنب الصندوق كده وهختار الفيس سيلكت وهختار الفيسز اللي فوق دي بس، وهدوس بي علشان اعمل سيبريت باي سيلكشن، وبكده انا فصلت غطا الصندوق عن جسم الصندوق. هشيل التوجل اكس راي بالشكل ده، وبعدين هروح تاب على الاديت مود، ومن الادج سيلكت هختار بس الادج دي. بعد كده هروح على مش وهعمل سناب كيرسر تو سيلكتد، وده هيجيب لي ال 3D كيرسر اللي هو ده اللي في الطبيعي بيكون في نص الورلد عند الادج اللي انا اخترته. بعد كده هرجع على الاوبجكت مود وهتاكد ان انا مختاره الغطا بتاع البوكس بتاعي، ومن اوبجكت هدوس اوبجكت وسيت اوريجين، وهخليها اوريجين تو 3D كيرسر علشان اجيب الاوريجين اللي هو بيكون حواليه كل الحركه عند ال 3D كيرسر بتاعتي هنا. كل ده بس علشان اجيب الاوريجين ده هنا. بعد كده لو احنا عاوزين نرجع ال 3D كيرسر دي مكانها الطبيعي هنروح من اوبجكت وهنعمل سناب كيرسر تو وورلد اوريجين، وكده بقت رجعت عندي تاني في المنتصف اللي هو الديفولت بتاعها، وفي نفس الوقت بقى عندي الاوريجين بتاع غطا الصندوق في المكان ده. دلوقتي كل اللي انت هتحتاج تعمله ان انت تحرك الغطا بتاع الصندوق، فهدوس ان من الكيبورد عشان افتح القائمه دي، وهاجي كده هفتح التايم لاين عندي، وهاجي اول حاجه هعملها ان انا هاجي عند الروتيشن وهدوس اي من الكيبورد. لو مرضيش يعمل معاك الكي فريم في البدايه بس دوس كليك بره واختار الغطا تاني، وبعدين روح عند الروتيشن كده، بس لازم تتاكد ان الماوس هناك من غير ما تدوس اي حاجه، ودوس اي من الكيبورد، وكده عمل لك كي فريم هنا للروتيشن بتاع غطا الصندوق. بعد كده هروح مثلا عند 20 فريم وهدوس ار اكس عشان اعمل روتيت على الاكس اكسس، وهفتح الصندوق لغايه الدرجه اللي انا عاوزاها، خليها كده مثلا. فبعد ما اجيبها كده هتتأكد ان انت المسطرة بتاعتك دي عند ال20 فريم، وهتيجي تاني هتروح بس بالماوس كده عند الروتيشن من غير ما تدوس اي حاجة من الماوس، مجرد هتدوس من الكيبورد اي، وبكده انت سجلت الكي فريم. فدلوقتي لو رجعنا عند كي فريم رقم 0 ودوسنا سبيس بار من الكيبورد هتلاقي فتح عندك بالشكل ده. لو انت حابب ان هو يقفل ويفتح تاني مثلا ممكن تروح تسلكت التو كي فريمز دول وتعمل كنترول سي من الكيبورد اللي هو كوبي، وبعدين هروح مثلا عند 40 كي فريم وهعمل بيست، وبكده عمل لي بيست للتو كي فريمز تاني، فده هيكرر لي الحركه. لو انا رجعت دلوقتي ودوست سبيس بار من الكيبورد هتلاقي الغطا بيتفتح ويتقفل عندي بالشكل ده. ودي كانت الطريقة اللي ممكن نعمل بيها الانيميشن اللي بالشكل ده، وطبعا ممكن تطبقه على اي حاجة بنفس الشكل. فبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.